يا خالتي مبسوطة، يا خالتي مبسوطة، تعالي هنا بسرعة، جايبالك خبر ب1,000,000 جنيه. هي ما جاب الغراب لأمه، فيه ايه يا سعيدة؟ تعالي يا اختي، انا واقفة في البلكونة بتهوى شوية. يا خالتي اسمعيني كده وطرطقي لي ودانك، انا كنت واقفة عند عم الحاج ابراهيم البقال، وفجأة يا خالتي دخل عليا راجل طول بعرض بهيبة ولابس نضارة كمان يا خالتي. اي والله العظيم لابس نضارة شمس. طول بهيبة وايه كمان يا اختي؟ سبت يا بنتي كل حاجة ومسكت في النضارة. قولي يا خيبة الامل، عايزة تقولي ايه؟ استني بس يا خالتي، الشاب يا خالتي جاب شوكولاتات كتير قوي وقعد يبصلي من فوق لتحت. قلت بس ده اكيد رومانسي وهيديني الشوكولاتة وقول احب اتعرف عليكي. لقيته يا خالتي فجأة بيحاسب وسابني وخرج، وهو لسه خارج يا خالتي خرجتي وراه بسرعة. هو فجأة لقيت البت سماح اللي تتشك تحت بطاطها ام 44، ده لقيت عليه جرد المية من التالت يا خالتي، هدومه اتغرقت قوي وكان لسه لابسهم طالعين من الدولاب يا خالتي. وايه اللي عرفك يا اختي انهم طالعين من الدولاب؟ وعملت ايه يا خيبة الامل؟ عملت ايه يا اخرة صبري؟ رقعت بالصوت يا خالتي، ما انت عارفاني ما بستحملش، وقعدت اشتم فيها. وفي الاخر يا خالتي الشاب الحلو وقال لي ما فيش حاجة يا انسة، وان انا مسامحها لانها ما كانتش واخدة بالها. هو بصلي وقال لي عن اذنك، احسن مراتي وابني مستنيني في العربية. يا اختي، يعني بعد ده كله طلع متجوز ومعاه ابنه كمان؟ والله يا خالتي اعمل ايه بس يا خالتي، كل ما واحد يدخل قلبي الاقيه متجوز ولا خاطب. يا اختي مش كل ما واحد يدخل قلبك عامل زي الاتوبيس، واحد بيطلع من فوق وواحد بينزل من ورا. يا بنتي يا خيبة الامل اتقلي وبكره يجيلك نصيبك، وحتى لو ما جاش لازم تبقي راضية بقضاء ربنا. انا راضية يا خالتي وراضية بوجع القلب، بس نفسي بس اتجوز. مش فاهمة يا خالتي، كل ستات الحارة عندك كل يوم، ما انتش عارفة تجيبي لي عريس حتى لو فوق 40 فوق 50 فوق 60، اي ذكر والسلام يا خالتي. يا بنتي يا مدلوقة، هو انت شوية في البلد عشان تطلبي كده؟ يا بنتي ده انت خالتك الحاجة مبسوطة على سن ورمح، حللت العقد واللي بتريح الناس. يقوم انت يا خيبة الامل عايزة تتجوزي اي جوازة والسلام؟ بقولك ايه يا بت، انا قلبي بياكلني كده، وزي ما يكون حد دلوقتي حالا هيخبط على الباب. شفتي؟ مش قلتلك؟ اصلا انا قلبي بحس. اجري يا اختي افتح الباب، قلبي متوغوش كده وحس ان فيه مصيبة جاية في السكة. جريت سعيدة عشان تفتح الباب وندهت على مبسوطة وقالت هي خالتي، دي الست شروق جارتنا يا خالتي، بعد ما جوزها اتجوز عليها جاية تحكي لك الحكاية. امال ايه؟ ما احنا قاعدين هنا بس للنصايب وخلاص. شكرا يا حبيبتي. بقولك ايه، ممكن ادخل لخالتي مبسوطة ولا لسه هتهزقيني اكتر من كده يا سعيدة؟ لا يا اختي، كفاية عليك اللي انت شفتيه الايام اللي فاتت دي، الحارة كلها في سيرتك. ادخلي، خالتي قاعدة ومجهزة السبرتاية وعمالة تقول قلبي حاسس ان في مصيبة جاية في السكة. تعالي يا شروق، تعالي يا اختي، كنت قاعدة زهقانة ومستنية حد منكم تيجي تحكي لي الحكاية. امال ايه، ما انتوا بتجيبوا المصيبة وتيجوا لحد عندي، مفيش واحدة فيكم تنصفني وتقول انها رجعت حقها. لا يا خالتي، انا اللي رجعت حقي. بس بقولك ايه بقى، اعدي لنا كده فنجان قهوة يظبط النافوخ عشان احكي لك انت ومشاهدينك. طب اقعدي يا بت، شكلك كده هتفرحي قلبي. بت يا سعيدة، روحي علقي على القهوة جوه في المطبخ، واياكي ترمي ودانك معانا وتلمعي اوكر. الحاجات دي يا خيبة الامل لسه بدري عليها، انت لسه صغيرة يا بت. حاضر يا خالتي. صغيرة ايه بس، ده انا كسرت ال30. جوزيني انت بس يا خالتي وانا ملالك الدنيا عيال ومش هتسمعي مني اي مشاكل. امشي يا سعيدة من وشي، وموضوع الجواز نبقى نشوفه بعدين، بلاش فضايح قدام الناس. هيا حبيبتي احكي يا ست شروق، ايه يا اختي حكايتك؟ بصي يا خالتي وصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. احكي يا حبيبتي، الحديدة معاكي. حكايتي ابتدت من يوم ما نقلنا واشتريت شقة قدام شقة اخويا، وبقت مرات اخويا كل يوم تيجي لنا البيت وهي بتقول
والله يا شروق انا مبسوطه بيكي قوي، مبسوطه ان انت نقلتي واشتريتوا الشقه اللي قصادنا. امال ايه، اصلا انا واخوكي ملناش حد في العماره ولا بنكلم حد، عشان كده انا اسعد واحده في الدنيا بيكي. وزي ما انت شايفه كده انا طول النهار قاعده وحدانيه لوحدي. انت بتقولي ايه يا ريم يا حبيبتي، وحدانيه وانا موجوده؟ لا طبعا يا مرات اخويا، انت عارفه ان انا بشتغل دكتوره في المستشفى انا وجوزي، لكن اول ما ارجع هفضل معاكي طول النهار. ما تاخذنيش يعني يا شروق، امال فين الدكتور احمد؟ كنت عايزه اسلم عليه. والله ما انا عارفه، اصله دخل المطبخ يرص شويه حاجات بيساعدني. يا نهار ابيض، الدكتور احمد جوزك بيرص المواعين في المطبخ؟ يا اختي جايباه مننا الراجل اللي زي العسل ده، ده انت صحيح محظوظه. بقولك ايه، عيالك عاملين ايه في المدرسه؟ كويسين قوي يا ريم الحمد لله. انا واحمد عشان بنشتغل مع بعض مقسمين الوقت ما بين الشغل وشغل البيت ومذاكره الولاد. امال ايه، ما هي الحياه مشاركه. وعلى كده بقى انت بتحطي مرتبك كله في البيت، مع ان جوزك ما شاء الله عليه دكتور مشهور قوي. وماله يا حبيبتي، ما هي ايد على ايد رحمه برضه، واحنا بنساعد بعض. وانت عارفه ان انا واحمد متجوزين عن حب، عشان كده كل حاجه لازم يساعدني فيها. ابقي تعالي يا اختي شوف اخوكي، ولا بيعبرني ولا بيساعدني في حاجه، زي ما يكون جايبني انا الخدامه الفلبينيه ليه ولعياله. ربنا يعينك يا حبيبتي وقويكي. بقولك ايه، احنا جايبين اكل جاهز، اقعدي بقى اتغدي معانا. لا والله، ده انا كنت جايه اساعدك في الطبخ واساعدك كمان في رص الشقه، انما مادام بقى الدكتور احمد هنا اصلا انا بتكسف، هروح شقتي ولما ينزل هبقى اجيلك. ومن بعد اليوم ده لقيتها كل يوم نطلي في شقتي، وتحاول تطبخ معايا وتروق الشقه، وتحاول كمان تستنى لحد لما احمد يجي، رغم ان اخويا كان بيشتكي لي منها ومن تقصيرها في البيت. وفي يوم كانت واقفه معايا في المطبخ، حاولت انصحها. بقولك ايه يا ريم يا حبيبتي، انا حاسه كده ان انت اهملتي ولادك خالص الفتره دي عشان خاطري انا وولادي. بقولك ايه يا حبيبتي، انا وولادي لو هنتسبب ليكي في مشاكل بينك وبين اخويا ما تجيش على نفسك عشان، وانتبهي على اخويا وولادك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا شروق، بتطرديني من بيتك ولا ايه؟ لا يا حبيبتي مش قصدي اطردك ولا حاجه، انا بس قصدي ان انت تهتمي بجوزك وولادك مش اكتر، وبلاش تهتمي بحياتي انا لو ده هيسبب لك مشاكل مع اخويا. ما تقلقيش يا شروق، انا هحاول اتصرف مع سيف وما عادش هيشتكي لك مني تاني، بس لازم برضو ما سيبكيش لوحدك ابدا. انت بتتعبي قوي يا حبيبتي في المستشفى، وانا لازم افضل معاكي على طول، وبعدين انا بحب قعدتك وبحب قعدة عيالك. مش عارفه والله يا ريم ارد جمايلك عليا ازاي، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. عدت فتره طويله قوي ولقيت كل حاجه طبيعي، بس اللي كنت مستغرباه جوزي كان بيجي بدري معايا من المستشفى، بقى بعد كده بيخرج بالليل، وفي الوقت ده انا مبقاش حاسه بنفسي، لاني بيكون بين ان انا تجهيز اكل تاني يوم ومذاكره الولاد. وفي يوم حبيت اساله واستفسر منه، في ايه بقى يا احمد، مالك كده بقيت مش متظبط في مواعيدك؟ احنا بنروح المستشفى سوا، والمفروض ان احنا بنخلص الساعه 2 سوا، انت بقى بتنزل تاني بالليل بتروح فين؟ واحنا ما عندناش عياده. جرى ايه يا ريم، من امتى وانت بتساليني عن مواعيدي؟ يا ستي بيجي لي شغل في مستشفى واحد صاحبي، بروح عشان المرضى مش اكتر من كده. تمام يا حبيبي، ربنا يقويك يا رب، انا بس كنت بطمن عليك، ما اجرمتش يا احمد. خلاص يا شروق بطلي بقى، وبعدين هو انت هتفضلي طول النهار بالجلابيه اللي انت لابساها دي؟ يعني الصبح في المستشفى ريحتك بنج وريحتك عيانين، وبالليل ريحتك تقليه وبصل. في ايه يا احمد، ما انا طول عمري كده، هو انت مش حاسس بيا ولا ايه؟ انا بفضل واقفه على رجلي اكتر من 12 ساعه، وبعدين ما احنا طول عمرنا كده، وبنقول ان احنا حاطين ايدينا في ايدين بعض عشان نربي ولادنا ونوصلهم لبر الامان. ايه اللي اتغير يا احمد؟ مفيش حاجه اتغيرت، عن اذنك بقى عشان ورايا ميعاد. ومرت ايام مش كتير وسمعنا ان مرات اخويا عملت خناقه كبيره قوي وطلبت الطلاق، وبعد شهر كانت رفعت قضيه، واخويا زعل منها وزهق وطلقها، وبقت حياتنا كالاتي. يا شروق،
انا زهقت من العيشة دي، كل يوم يا اما في الشغل يا اما عند اخوكي بتراعي عيال اخوكي. طب وانا وعيالنا فين؟ انا اسفة يا احمد يا حبيبي، بس ده اخويا برضو وقاعد في الشقة اللي قصادي غصب عني، ما انت عارف مراته اتطلقت وسابت له العيال كمان. وانا مالي، اهم حاجة تخلي بالك من عيالي انا ومن بيتي انا وشغلك. اياكي تفكري ان انت تاخدي منه اجازة، انت بقيتي مقصرة جدا، انت عارفة مصاريف العيال كترت قوي. كنت متضايقة قوي من كلامه، لكن كنت ببلع الكلام واسكت. حاضر يا حبيبي، هخلي بالي بعد كده وهنظم وقتي بإذن الله. من بعد اليوم ده انا حسيت ان جوزي اتغير، وحسيت كمان ان في حاجة غلط بتحصل من ورايا. وفي يوم كان جوزي بيستحمى في الحمام ولقيت تليفونه بيرن برقم ابراهيم. خدت التليفون ورديت، لكن اول ما انا رديت اللي على الخط التاني مرضيش يرد عليا وقفل في وش السكة. ولما خرج وعرف اتعصب قوي. في ايه يا احمد؟ ما انا متعودة ارد على اصحابك لانهم زمايلنا احنا الاتنين في المستشفى، عمرك ما منعتني ارد على حد. وبعدين مش ده ابراهيم، الدكتور ابراهيم زميلنا، جوز الدكتورة وفاء زميلتنا برضو، ولا في ايه؟ ها؟ لا، اصل ده ابراهيم واحد تاني، وانا كنت مستني مكالمة مهمة قوي، وانتي لما رديتي هو اكيد اتكسف لانه ما بحبش يرد على ستات. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو لسه في التخلف ده؟ طب عموما لو ابراهيم صاحبنا اتصل بيك قول له خلي الدكتورة وفاء تيجي بكرة بدري، لان المدير زعق النهاردة لانها بتتأخر كل يوم. تصبح على خير، انا تعبانة وداخلة انام. حاضر حاضر يا حبيبتي، روحي يلا قبل ما تنامي شوف العيال بيتخانقوا ليه ونيميهم، انا هسهر شوية كده، عندي شوية شغل. وقتها حسيت انه فعلا مخبي حاجة عني، ودخلت اوضتي وقفلت على نفسي، لكن ما نمتش، كانت عيني مفنجلة زي اللي خايف من حاجة. واستنيته لما راح في النوم وساب التليفون يشحن. اخدت التليفون فتحته ببصمة ايده وهو مش حاسس، واخدت الرقم اللي كان متسجل باسم ابراهيم. ولما دخلت لقيت الرقم مش متسجل عندي اصلا ومش رقم حد، لكن انا متأكدة انه رقم واحدة ست. عشان كده تاني يوم الصبح اخدت رقم تليفون واحدة صاحبتي واتصلت على نفس الرقم المتسجل باسم ابراهيم، وردت عليا. الو، صباح الخير، مش ده رقم الاستاذ ابراهيم؟ ابراهيم مين يا عينيا؟ لا طبعا مش رقم ابراهيم، رقمي انا. طب ممكن اعرف اسم حضرتك ايه؟ ممكن تبقي مراته؟ لا يا عينيا، انا مش مرات حد، وبالمناسبة انا اسمي ريم. وقفلت في وشي، وانا طبعا كنت متأكدة ان هي من صوتها، بس الرقم جديد ومش متسجل باسم حد. معقول جوزي بيكلم طليقة اخويا؟ ليه؟ ومسجل رقمها باسم راجل ليه؟ وليه مش مسجل رقمها القديم، بيسجل رقم جديد عشان محدش يعرف؟ وازاي ان هي غطسة كده بقالها كام شهر وبطلت ترفع قضايا وتاخد نفقة والحاجات اللي كانت قرفانة بيها؟ بعدها بسرعة رجعت البيت وقعدت مع اخويا وحكيت له كل اللي حصل، وصدمني لما قال ريم مراتي من يوم ما اتطلقت اتجوزت بعد العدة على طول، وانا معرفش هي اتجوزت مين، ده حتى اقرب الناس ليها ما يعرفوش اتجوزت مين. اخواتها طبعا وامها وابوها عارفين ومش راضيين يقولوا لحد، بيقولوا انها متجوزة واحد هي مش حابة تفصح عن شخصيته. ويا ستي سابت كل حاجة، بتقول ان هو مكفيها من المصاريف، وبعدين هي هتاخد مصاريف ليه؟ ما العيال رميهم لي. انت شاغلة نفسك ليه يا شروق؟ لا يا حبيبي، لازم اشغل نفسي. انا كده متأكدة ان جوزي بيكلم طليقتك وفي حاجة ما بينهم، عشان كده لازم اراقبه واعرف ايه اللي حصل. وتاني يوم استنيت لما جوزي نزل بالليل علشان يروح لواحد صاحبه زي ما قايل لي، وسبت العيال مع اخويا واتسحبت ونزلت وراه. دخل عمارة ما كانتش بعيدة قوي عن المستشفى اللي بنشتغل فيه، وعرفت من البواب انه متأجر شقة وقاعد فيها مع مراته. طلعت وراه، هو اول ما فتحت لي الباب اتوترت وهي بتقول شروق، انت ايه اللي جابك هنا؟ وعرفتي طريق ازاي وجايه تعملي ايه كده يا ريم؟ بتقابلي جوزي في شقة مفروشة؟ اخص عليكي،
بقى بعد ما كنتي ست محترمة ومتجوزة وأم جاية تقابلي جوزي أنا في شقة مفروشة؟ اخصى عليكي، اخصى على تربيتك. لا يا عينيا، فوق لنفسك كده واعرفي انت بتكلمي مين. جوزك يبقى جوزي على سنة الله ورسوله، مش زي ما انت متخيلة يا عينيا. ساعتها وقفت واتشلت من الصدمة، وخرج أحمد من الأوضة وهو لابس بيجامة مخططة كأنه عريس. شروق، افهمي الأول وبعدين احكمي. فعلا ريم مراتي مش زي ما انت فاهمة. ريم مراتي على سنة الله ورسوله، اتجوزتها من حوالي 3 أسابيع، عدتها خلصت وانا راجل والشرع محلل 4، ما اتجوزش ليه؟ اتصدمت يا خالتي، ما بقتش عارفة اقول ايه. وبعدها سبتهم ونزلت، روحت البيت وفضلت افكر طول الليل عشان الاقي حل للي انا فيه. وبعدها قررت ان اكلم حماتي، قلت يمكن اما اشتكي لها توقف معايا. ردت عليا وقالت: بقولك ايه يا بنتي، انا ابني راجل والشرع محلله 4، وعلى طول كان يقولي ان انت الصبح ريحتك بنج واخر النهار ريحتك بصل وتوم وطماطم مسبكة. سيبيه بقى يتهنى مع اللي قلبه اختارها. وبعدين يا حبيبتي، لو عايزة تسمعي كلام ست عاقلة، خليكي كده حاجة على عيالك وربيهم، وبلاش تشيلي لقب مطلقة، لانه لو طلقك صدقيني محدش هياخدك بالعيلين. كده يا حماتي يعني انت وابنك مطبخينها مع بعض وموافقة بالظلم ده؟ بقولك ايه، انا قلتلك اللي عندي يا شروق، واعلى ما في خلك اركبيه. احنا مش بنتهدد يا حبيبتي، ده حقه وانت مش هتخليه يغضب ربنا. انت ست مش مالية عين جوزك، عشان كده راح لواحدة حلوة واخدة بالها منه ومن نفسها. قفلت في وشها يا خالتي ورجعت لنفسي، بصيت لنفسي في المراية وقلت لا، ده انا لازم ارجع حقي. تالت ومتلت بقيت اكلم نفسي واقول: بقى كل ده يطلع من ريم؟ ده انا كنت فاكرة ان انا غلطانة، وبقول اخويا ظالمها. ليه كده يا ريم؟ اقسم بالله لندمك على اللي عملتيه، وانت كمان يا احمد لندمك، وبعدها اتطلق منك براحتي او ما اتطلقش، الموضوع ده نشوفه بعدين. هو عملتي ايه يا بنتي يا شروق؟ طمني قلبي، انا خايفة يا بنتي تكوني طلبت الطلاق وسبت حقك وسبت واحدة تلسعك على قفاكي وتاخد منك جوزك. لا يا خالتي، طب ده انا تلمستك والحارة كلها تشهد ان كل ستات حارة خالتي مبسوطة لازم يرجعوا حقهم. هكملك يا خالتي ايه اللي حصل. بس 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 بس. احمد يا حبيبي، صباح الفل يا عينيا. ايه يا حبيب قلبي، كل ده نوم؟ عريس يا اخواتي. صباح الخير يا شروق. بقولك ايه، انا مش مطمنلك خالص من ساعة ما رنتي عليا وقلتيلي ان انت سامحتيني وان انت بتحبيني وان انت فعلا مقتنعة ان الشرع حلل 4، وجبتيني هنا والعشاء بتاع ليلة امبارح، وانا خايف منك بصراحة ربنا كده، خايف العشاء بتاع ليلة امبارح يكون في سم ولا حاجة. اخصى عليك يا احمد، انا يا حبيب قلبي اسممك ليه؟ طب ده انت قلبي وروحي وعينيا وابو ولادي. وبعدين هو انا ست معرفش ربنا ولا ايه؟ ما هو فعلا الشرع محلل لك 4، بس انا طبعا الاولى. بقولك ايه يا عينيا، اصحى بقى، جهزتلك الحمام ورشيت لك ميه وورد في البانيو وجهزتلك كمان لبسك. يلا يا عينيا، انا خلاص عرفت ان انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك، وانا ما عنديش مانع ان ريم تفضل على ذمتك. اهم حاجة ان انت ما تأثرش في مصاريف الولاد ولا تقسى عليا ولا تأثر في مصاريفي. لا طبعا، وبعدين يعني يا حبيبة قلبي هأثر في مصاريفك ازاي؟ ما انت كمان بتقبضي وبتصرفي، ده انت حتى مرتبك بقى اعلى من مرتبي. يا دي الخيبة يقطعني، مش انا نسيت اقولك ان انا خلاص قدمت استقالتي وسبت الشغل؟ ايه انتي بتقولي ايه؟ انتي مجنونة يا شروق ولا ايه؟ ايوه يا حبيبي، ما انا بصراحة ربنا لما قعدت مع نفسي لقيت كده ان انا مهملة في نفسي قوي ومهملة فيك وفي العيال. قلت بلا شغل بلا نيلة، هو انا اروح اطيب جراح الناس واسيب حبيب قلبي مجروح؟ لا انا مش مصدق اللي بتقوليه يا شروق، انت اتجننتي ولا ايه؟ وهو انا هلاحق مصاريف عليكي وعلى البيت التاني وعلى العيال ازاي؟
يا بنتي ده انت مرتبك قد مرتبي مرتين. خلص بقى يا حبيبي، بقول لك ايه، بصراحة ربنا انا حسيت كده ان دور ست البيت ده عاجبني قوي، وانا برضو كنت تعبانة ومحلوكة، عشان كده قررت ان انا اشوف نفسي. ده انا طول النهار بعمل ضوافري وبعمل حمام زيت ومعرفش اعمل ايه لبشرتي ومعرفش اعمل ايه ليك وللعيال. لا خلاص يا احمد، انا من النهارده ست بيت وانت راجلي وسندي. امال ايه، انت اللي تصرف وانت اللي تطلع تشتغل وانا افضل كده في البيت مستنياك يا سي السيد. سمع الكلام واخد وما قدرش يتنفس، ومن يومها يا خالتي بقيت اطلب كل حاجه واحولها عليه يدفع مصاريف الولاد اللي كنت بدفعها، هو اللي اتحملها. لما لقيته جاي في يوم يقول لي شروق يا حبيبتي ممكن ترجعي للشغل تاني؟ ليه يا حبيبي، في حاجه ولا ايه؟ اصل ريم عامله لي مشاكل كتير قوي وقررت انها تتطلق مني. انا مش عارف اصرف عليها وعلى امي وعليك انت كمان والعيال. امي كمان زعلانه قوي وبتقول ان انا مقصر معاها، بقالي شهرين ما بعتلهاش مصاريف العلاج بتاعها. ارجعي اشتغلي زي الاول عشان خاطري. انا اسفه يا احمد، اللي عملته زمان مش هيتكرر تاني. صدقيني انا عرفت قيمتك حقيقي. ريم طلعت هوائيه جدا وكانت فاكره ان انا معايا فلوس ويا ما هنا يا ما هناك. عارف ليه يا احمد؟ كانت فاكره كده عشان انا عمري ما قلت عنك كلمه وحشه. طول عمري بقول ان انت سيد الرجاله، وعمري ما قلت ان انت بتاخد فلوسي. طول عمري بقول ان انت بتصرف ومبغددنا ومعيشنا في الهنا. علشان كده هي طمعت فيك، فكرت ان انت راجل غني بقى وبتصرف وبتشبرقني، عشان كده طمعت فيك وحطت عينها عليك واتطلقت من اخويا اللي كان شايلها من على الارض شيل وراحت لك. ما تعرفش ان انا اللي كنت ملمعاك، ما تعرفش ان انا اللي ست اصيله وكنت ملمعه جوزي في عينين الناس، ودلوقتي الحقيقه اتكشفت. انا اسفه يا احمد، راجعه للشغل مش هرجع، ولو هرجع الشغل يبقى تطلقني، وبدل ما بصرف عليك وانت تروح تبص لواحده ست غيري اصرف على ولادي وبس. وده اللي حصل يا خالتي. ومن يومها واحمد طلق ريم، او زي ما تقولي كده هي اللي طلبت الطلاق وما بقتش مستحمله وحاولت ترجع لاخويا، لكن اخويا رفضها. اما انا بقى لميت هدومي ورحت عشت في شقه اخويا، وعشان يرجعني وعلشان ارضى اني اعيش معاه تاني كان ليا شرطين. الاول ان انا مش هشتغل تاني، ولو اشتغلت فلوسي هتبقى ليا ومش هديله منها حاجه الا بمزاجي، او اني اساعد بس بحاجه بسيطه، لكن هو بعد كده مش هيشوف شقاية ولا تعبي. والحاجه التانيه ان الشقه تتكتب باسمي. ايه رايك بقى يا خالتي؟ تسلم بدماغك يا بت، والله دي الاخبار ولا بلاش. وعشان الخبر الحلو ده هخلي البت سعيده تعمل لك صينيه بسبوسه تستاهل بقك العسل. هي دي الستات اللي انا بحبها. بس يا شروق انت كنت غلطانه من الاول. ما ينفعش يا حبيبتي الانسان يسيب نفسه كده للشغل ولم الفلوس وتنسي ان انت وراكي راجل. الراجل بطبيعته طفس، لا مؤاخذه يا رجاله اللي بتسمعونا. الراجل اول ما يشبع من اللي معاه لازم يبص لغيرها. يا حبيبتي ده الاميره ديانا الله يرحمها وبشبش الطوبه اللي تحت راسها اتخانت. ومن مين؟ من واحد انا مرضاش ابص له اقسم بالله. علشان كده بقولك ركزي شويه في حياتك. الرجاله اول ما بتشبع من الست الحلوه بيشوف غيرها حتى لو ما كانتش حلوه. وانت سبتي نفسك للشغل ولم الفلوس ونسيتي بيتك وعيالك ونفسك. اللي انت عملتيه اسمه توازن، وده هو الصح. وهنا بتدخل سعيدة وهي بتقول اللهم صل على النبي. الله أكبر عليك يا ست شروق، والله العظيم فرحتيني، بس عندي استفسار صغير كده. يوه الله يخيبك بت، انت برضو يا بنتي كنت بتلمعي اوكر. اسكتي يا خالتي، في تفصيلة عدت عليكي. تفصيلة ايه يا خيبة الامل؟ قولي. يا خالتي الست شروق بتقولك ان اخوها طلق مراته ومرضيش يرجعها. يعني احنا عندنا هنا ذكر، يعني عريس عايز عروسة والعروسة موجودة. انا مش دي تفصيلة مهمة برضو يا خالتي؟ انت نسيتيها يا شيخ الله يخرب بيتك. يعني يا بنتي يوم ما تتجوزي واحد معها عيال، ليه يا حبيبتي كده؟
يا بنتي بلاش ترمي نفسك، يا بنتي ده انا بخططلك اجوزك ظابط طيار، واحد كده من بتوع خدمة العملاء بتوع فودافون اللي بيطر على القلب. خلاص يا خالتي انا قاعدة ومستنية، والله العظيم خلاص انا حاسة ان القطر هيمشي وسيبني. بقولك ايه يا خالتي، معاكي من هنا لحد يوم التلات الجاي، لو ما جبتيش ليا عريس انا ممكن اعمل فيكي وفي نفسي اي حاجة. خلاص يا ناس حرام عليكم، انا وصلت سن الضياع. بس يا بت اقفلي بقك يا بتاعت سن الضياع، انت ضايعة يا اختي من 5 ابتدائي. بقولك ايه يا ابني، قبل ما تنزل بتتر النهاية عايزين الناس الحلوة تقول لشروق اللي حصل معاها، مين اللي كان غلطان، ولما هي صلحت ورجع لها جوزها اللي هي بتعمله دلوقتي صح ولا غلط. وادعوا معايا ربنا يهدي لي سعيدة ويرزقها بابن الحلال واخلص منها واشوف نفسي واشوف شبابي. يلا يا ابني انزل بتتر النهاية.